عمرو الصفتي وشوقي السعيد على احمد جعفر وعمرو زكي، وايضا الرباعي او الخماسي خط الوسط كله من فيليكس قبل خروج طبعا في الدقيقه 33 وعاشور الادهم ونور السيد وصامويل اكرام بينزل لهم يا اما ابوبه بينزل لهم عرفه السيد بيكون المساعدين. هو طبعا الاسباب كتيره جدا. انا شايف عامل تفوق بالنسبه لفريق الجونه هو وسط الملعب. الاسلوب اللعب بيه كابتن انور سلامه. الثلاثه بتوع فيليكس وشوقي السعيد والصوت فعلا متفوقين، لان دايما بيبقى في واحد بس في خط 18 يا اما جعفر يا اما زكي، وده قليل جدا على مجموعه لعيبه بتلعب 3 لعيبه. النقطه الثانيه ان في ثنائيات موجوده في نص الملعب لكل لاعب وسط الملعب بالنسبه لفريق الجونه. الثنائي الاول موجود مع احمد عادل ونور السيد مثلا او بوبا بياخد ردات دفاعيه. لما بيكون بوبا موجود بياخد عرف السيد ناحيه الشمال وياخد مع سعد حسني، فقفلوا كتير جدا. بعض الهجمات الخطره كانت للزمالك على الطرفين وكانت على استحياء. وسط الملعب كمان اللي فيه عاشور الادهم ونور السيد وعرف السيد وصامويل اكرام عاملين دور دفاعي ممتاز للضغط على شيكابالا، للضغط على احمد حسن، وكمان طرفين الملعب اذا كان عبد الشافي وحازم امام، وده وقف كتير جدا لمفاتيح لعب في نادي الزمالك. النقطه الثالثه اللي عجباني في الجونه هو ان في المفاتيح متراقبه، مش رقابه رقابه منطقه. اقرب لاعب موجود فيه بيتراقب مع، اذا كان احمد حسن بيروح مع واحد، اي واحد موجود صامويل اكرام اللي انا بعتبره ورقه من الورقات الرابحه اللي بيشتغل بيها كابتن انور سلامه بطول الملعب وعرضه، وعنده مجهود جبار بدني مساعده بالقوه الجسمانيه المتواجده. النقطه الاهم وهي انتشار لعيبه الجونه، انتشار عالي جدا. اذا كان في الناحيه الدفاعيه قبل ما يخرج فيليكس زي ما قلنا بيطلع قدام الصفتي وشوقي السعيد، بيعمل ثالث في نص الملعب مع عاشور ونور السيد، عامل حائط صد كويس جدا على لعيبه وسط ملعب نادي الزمالك وما خليهمش ياخدوا مساحات. والاهم من كده كمان هو التحرك الفردي للعيبه وسط الملعب بتوع الجونه في الكرات اللي هي الهجوميه. بالنسبه لعاشور اللي واخد دور هجومي ممتاز، نفس الموضوع كمان لنور السيد اللي عامل مجهود جبار، بالاضافه طبعا ان عندهم لعبه او لعبتين بيلعبوا عليها. الاولى وهي الكرات العاليه على هاني سعيد وعلى فتح الله، ونجح فيها عرف السيد بامتياز وامكانيات ممتازه جدا. النقطه الثانيه هي كمان اللعب على الاطراف اللي بدون تغطيه زي ما قال الكابتن زيزو بتاعه ابراهيم صلاح والمرغني. وشوف الهدف الاول من ضربه ثابته جه عمل باص لعاشور الادهم. انت عارف الكابتن اللي عامل مهم في المباراه ايه؟ عاشور الادهم. زي ما اتكلمنا على حسن مصطفى، الفرقه الكبيره بيبقى عليها تكتل. عاشور الادهم السنه اللي فاتت ما ظهرش مع الزمالك بالشكل ده خالص، لا في التسديد ولا في صناعه اللعب. صنع هدف بشكل ممتاز وتحرك رائع كمان في الجبهه اليسرى، بالاضافه طبعا للتسديد المباشر من خط. في لعيبه ما بتعرفش تلعب تحت ضغط كابتن خالد. لا يمكن كمان التكتلات بتاعت الفرقه اللي بتلعب الاهلي والزمالك ما بيسيبوش مساحه لا لعاشور ولا حسن ولا اي لاعب من دول. لما بيلعب في فرقه كبيره زي الزمالك ضد فرقه كبيره زي الزمالك عنده مساحات لان الهجوم مطلوب من الزمالك والنادي الاهلي، وده اللي واضح النهارده من عاشور الادهم كامكانيات في التسديد. النقطه الاهم هي توهان لعيبه وسط ملعب نادي الزمالك. التوهان اللي فيه ابراهيم صلاح على عكس المباراه الاولى، التوهان كمان بتاع احمد المرغني، ما فيش اي انسجام ولا ادوار دفاعيه بتتعمل على اللعيبه المتواجدين. بالنسبه للخماسي اللي موجود في نص الملعب في كثافه عدديه اعلى كمان لوسط ملعب الجونه. وانا عجبني الطريقه، هو عمل طريقتين الكابتن انور في النواحي الدفاعيه، بيلعب 3-5-1-1 صريحه. واحد بس اللي موجود بوبا او عرف السيد، وموجود كمان واحد في نص الملعب مع صامويل اكرام مع نور السيد مع عاشور الادهم. نواحي هجوميه كانت بتتحول ل 4-1-3-2، الثلاثه نور السيد مع صامويل اكرام مع عاشور الادهم، زياده عليهم بوبا وعرف السيد، ونجحوا الى حد ما ان يخلقوا مشاكل في قلبين الدفاع في نادي الزمالك. كابتن زيزو